السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المنتخب المغربي الأولمبي يتوج بكأس إفريقيا لأقل من 23 سنة بعد هزم المنتخب المصري. توج المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة بلقب كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة بعد تغلبه مساء اليوم السبت على نظيره المنتخب المصري ب2-1 في مباراة النهائي التي جمعت بينهما على أرضية مركب محمد الخامس. وعرفت مجريات الدقائق الأولى من المباراة بحث مبكر من عناصر المنتخب المغربي عن هدف السبق عبر خلق مناورات هجومية لم تكن بالشكل الكافي لهزم حارس المنتخب المصري قبل أن يتمكن هذا الأخير من هز شباك المنتخب المغربي بتسديدة على بعد 30 متر من اللاعب محمود صابر في حدود الدقيقة 10. وبعد مرور 5 دقائق من إحراز هدف السبق تحصل اللاعب محمود صابر على البطاقة الحمراء بعد تدخله العنيف على عبد الصمد الزلزولي ليضغط بعده المنتخب المغربي على معترك المصريين بحثا عن هدف تعديل النتيجة. وفي حدود الدقيقة 37 نجح المنتخب المغربي في هز الشباك وتعديل النتيجة عن طريق اللاعب يانيس بكراوي بعد تمريرة محكمة من رفيقه بلال الخنوس لتنهي صافرة الحكم بيتر تفاصيل الجولة الأولى بالتعادل هدف لمثله. ومع بداية مجريات الجولة الثانية تبادل عناصر الطرفين كرات هجومية شكلت بعض الخطورة على الحارسين علاء بلعروشي وحمزة حسين دون أن تثمر أي جديد على مستوى النتيجة. وضغط المنتخب المغربي على معترك المنتخب المصري بشكل أكبر في 20 دقيقة الأخيرة من المواجهة دون أن يستغل النقص العددي للمنتخب المصري. في المقابل قابله المنتخب الخصم بانكماش دفاعي والاعتماد على المرتدات الهجومية أقلقت راحة عناصر المنتخب المغربي وأتيحت كرة هجومية سانحة للتهديف للمنتخب المغربي في حدود الدقيقة 83 غير أن اللاعب إسماعيل سيباري لم يحسن التعامل معها فيما كاد أمين الوزاني أن يقتنص هدف التتويج في الدقيقة 91 لولا التصدي الناجح للحارس المصري. وانتهى الوقت القانوني للمباراة بالتعادل هدف لمثله ليمتد أطوار هذا اللقاء إلى الأشواط الإضافية حيث نجح المنتخب المغربي في اقتناص هدف الفوز والتتويج في الوقت المضاف من الشوط الإضافي الأول عن طريق اللاعب أسامة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم على المتابعة. هنيئا للمنتخب الوطني المغربي وهارد لك للشقيقة المصرية. والسلام عليكم. شكرا.